عاشت بقى مصر مجموعة من السيطرة والاستحواذ عليها بعد انتهاء فترة الحكم الفرعوني أو العصر الفرعوني سنة 525 قبل الميلاد. شافت 3 قرون من السيطرة الإغريقية و7 قرون من الحكم الروماني و8 قرون من الحكم العربي، ابتداء من الأمويين وبعدها الطولونيين والفاطميين لغاية ما جه عمنا صلاح الدين الأيوبي واسترد بيت المقدس من عين الصليبيين. فترة الحكم الأيوبي بقى كانت معروفة بفترة الحروب وخاصة مع الصليبيين. فكر بقى صلاح الدين الأيوبي إن هو يوسع الجيش بتاعه ويدربهم على فنون قتالية غير عادية ويكون جيش شجاع وقوي، فحب يستعين بمجموعة من الجيوش الأغراب كان من ضمنهم الأتراك والقوقاز والشراكسة. المجموعة الجديدة بقى من الجيش القوي اللي كونه صلاح الدين الأيوبي سماهم المماليك. طب وش معنى سماهم المماليك؟ المماليك بقى أو المملوك هو الإنسان اللي تم شراؤه من تجارة الرقيق أو الاستعباد. وسبحان الله سنة 1230 ميلاديا صلاح الدين الأيوبي بقى عنده جيش مملوكي قوي جدا يعتمد عليه بصحيح عليها. فعلا خاضوا جيوش المماليك بقيادة صلاح الدين الأيوبي مجموعة من الحروب ما بين القرن ال13 للقرن ال19 ضد الصليبيين، يعني 6 قرون لا يستهان بها. ده مش بس كده، ده بدأ صلاح الدين الأيوبي يرضى عنهم ويبحبح العملية معاهم شوية، لدرجة ان هو كان بيعينهم وزراء ونائب وزير ونائب سلطان، ده ان شاء الله حتى غفير مفيش مشكلة. والمماليك كان عليهم اسلوب رائع جدا في الدحلبة، اللي هو كانوا بيخدموا بولاء وطاعة لغاية ما يتمكنوا، يعني يتمسكنوا لحد ما يتمكنوا. وفعلا كان بيوصلوا للحكم بشكل مش طبيعي وباسلوب مغري جدا، وكانوا بيعملوا الشويتين بتوعهم دول علشان يوصلوا للحكم. دي دماغ كده متكلفة مش اي كلام. طب انتوا عارفين بقى ان قايتباي والظاهر بيبرس وابن قلاوون وحسن بن برقوق كل دول مماليك؟ والله زي ما بقول لكم كده. ده مش بس كده، ده جايين وناويين على الحكم حالفين 100 يمين لهم واخدين السلطنه، لان هم كانوا بيحلموا بيها وبيرسموا وبيخططوا من ساعه ما جم من بلادهم ده اللي هو ازاي. ايوه، ما هو مش احنا قلنا ان صلاح الدين الايوبي جمعهم للجيش بتاعه من شتى بقاع الارض؟ هو المماليك اصلا من منطقه اسمها قفجان شمال اسيا، كانوا بقياده باتو خان. اهو باتو خان ده حفيد جنكيز خان، طبعا كلنا عارفينه. لما المغول غزوا بلادهم شردوهم وخلوهم لجأوا للهجره وتعرضوا لتجاره الرقيق في الاسواق، لكل من هب ودب بقى يكبر الشاب من هنا ولا هو عارف اصله من فصله ولا هو من انهي بلد اصلا. بس الشهادة لله كان معروف عن المماليك التفاني في خدمة حكامهم والشجاعة، وكانوا بيدخلوا ما بيعرفوش ابوهم. فضلوا بقى يترستقوا على وضع السلطنة والحكم لغاية ما اتقلب السحر على الساحر، واستولوا على السلطة سنة 1250 ميلاديا. وبقى بسم الله ما شاء الله ليهم حضارة ومباني القاهرة لغاية دلوقتي بتحلف وتتحالف بيها. عصر المماليك بقى كان اسمه العصر المظلم، علشان كان عصر كل حروب وكئيب يعني؟ لا، امال ليه؟ علشان العصر ده بالذات احتار المؤرخين في الوصول لحقيقته، لان كان متناقضاته كتيرة، كانوا بيعملوا الحاجة وعكسها، فما كانوش عارفين يحددوا ايه بالظبط سمات العصر ده او ايه اللي بيتسم بيه العصر ده. وبالرغم من كده العصر ده كان قائم بنفسه من فلسفة وتعليم ونظم أخلاقية واجتماعية كانت فوق الروعة. غير ان حكم المماليك او الحكم المملوكي وصفوه بانه نظم المحلية وحكم الاقطاعي وحكم الفروسية والشجاعة. مش بقول لكم ان هم بيعملوا الحاجة وعكسها اللي احنا مش عارفين نحكم اصلا هي الناس دي كويسة ولا وحشة. غير ان المماليك اتقسموا لجزئين او طبقتين، مماليك بحرية ومماليك برجية، من سنة 1250 زي ما احنا ما قلنا ما مسكوا الحكم لغاية 1517 للحكم العثماني، دي البحرية. اما البرجية من 1517 لمذبحة القلعة. خلصت الحكاية على كده؟ لا، هنكمل الحلقة الجاية. اوعى تنسوا اعرف التاريخ.